العناوين. استطلاع رأي. 68% من الفرنسيين يحملون صورة جيدة عن المغرب مقابل 29% عن الجزائر. التفاصيل. أظهر استطلاع رأي أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام، أو ما يعرف اختصاراً ب AFOP، حول نظرة الفرنسيين إلى الدول المغاربية، أن المغرب يحظى بصورة إيجابية بشكل كبير عكس باقي الدول المغاربية الأخرى. وكشف الاستطلاع الذي أعده المعهد الفرنسي لصالح سدريديو أن 68% من الفرنسيين لديهم صورة جيدة عن المغرب، يليه تونس بنسبة 60%. الاستطلاع ذكر أن الجزائر هي الدولة المغاربية الأكثر رفضاً لدى الرأي العام الفرنسي، حيث أن ما يقرب من 3/4 الفرنسيين لديهم صورة سيئة عن الجزائر 71%، وهي نسبة تفوق بشكل كبير نظرة الفرنسيين السلبية إلى المغرب 32%، أو تونس 40%. وبحسب الاستطلاع، فإن الجزائر تلقى رفضاً واسعاً داخل المجتمع الفرنسي، مع استثناء ملحوظ لأنصار فرنسا الأبية الذين هم الوحيدون الذين لديهم وجهة نظر إيجابية في الغالب عن هذا البلد 58% مقارنة ب10% في عام 2011. ويعتقد الغالبية العظمى من الفرنسيين 74% أن الجزائر تستفيد من التعاون الفرنسي الجزائري أكثر من فرنسا. على العكس من ذلك، يرى الناخبون الفرنسيون المتعاطفون مع فرنسا الأبية الخضر أن فرنسا هي التي تجني أكبر قدر من الفوائد من تعاونها مع الجزائر. وبحسب الاستطلاع، فإن 6 من كل 10 فرنسيين صرحوا بأن الجزائريين المقيمين في فرنسا ليسوا مهمين جدا للاقتصاد الفرنسي، وهي نسبة أعلى بكثير من تلك التي سجلت قبل 30 عاما 54% في عام 1994. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس. Throw your hands up if you with it, drop it.